كل بنت نفسها بشرتها تبقى صافية ومنورة كده من غير فلاتر. عشان كده النهاردة هقول لكم على 3 ماسكات طبيعية وسهلة جدا تعملوها في البيت. الماسكات دي للبشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، يعني أي نوع بشرة هيلاقي الماسك المناسب ليه. أول ماسك معانا للبشرة الحساسة وده بيهدي البشرة جدا. المكونات: معلقة زبادي، معلقة عسل، معلقة شوفان مطحون. الزبادي بيهدي البشرة، والعسل بيرطبها، والشوفان بينضفها بلطف. بنحط الماسك على البشرة ونسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد كده نغسله بمية فترة، وهتحسي إن بشرتك بقت ناعمة ومرتاحة. تاني ماسك للبشرة الدهنية اللي بتلمع بسرعة. المكونات: معلقة عسل، شوية عصير ليمون، معلقة نشا. الليمون بينضف المسام، والنشا يقلل الدهون، والعسل يرطب البشرة. نسيبه على البشرة حوالي 10 دقايق وبعدها نغسله كويس، وهتلاحظي إن بشرتك بقت أنضف وأهدى. آخر ماسك للبشرة المختلطة اللي بيبقى فيها أماكن دهنية وأماكن جافة. الماسك ده بيدي نضارة وبيوحد لون البشرة. جربوا الماسكات دي مرة أو مرتين في الأسبوع وهتشوفوا الفرق بنفسكم. ولو حبيتوا وصفات تانية للبشرة قولولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل فيديوهاتي.